يا صباح الخير والسعادة والهنا والرضا والجمال على كل عيون متابعين الحلوين اللي بيتابعوني من كل مكان. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى اخدكم معايا في فلوج جديد، وزي ما وعدتكم امبارح الناس اللي اتفرجت على الروتين بتاع امبارح هيعرفوا ان الفلوج النهارده بيتكلم عن اول يوم تدريب سباحة لزين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك من ايديكم الحلوة، وكمان لو انتم مش مشتركين عندي في القناه تدوسوا على زر الاشتراك اللي هتلاقوه موجود تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وكمان تعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم علشان غيركم يستفاد. وما تنسوش ان عيلتي على اليوتيوب مش هتكبر غير بحبكم ودعمكم ليا دايما. النهارده بقى يوم جديد وفلوج جديد. اول حاجه زين عنده سنه و10 شهور. طيب انت ليه اخترتي في التوقيت ده ان انت تمرنيه سباحة؟ حاجات كتير قوي يعني. الطفل في الوقت ده او في العمر ده بالذات بيبقى محتاج ان هو ينزل من 3 ل 4 مرات على الاقل في الاسبوع. ده كلام دكاترة كتير انا سمعتها. كونه يقعد في البيت يبقى هيتفرج على كرتون كتير، هيعمل شغف في البيت كتير، خصوصا لو مفيش اطفال في سنه او قريبين من السن، او لو انت مثلا ده اول طفل ليكي ملوش لسه اخوات ولا اي حاجه، مفيش مثلا جاره يلعب معاه. لا. المهم انا اخدت الخطوه دي. انا كان نفسي يعني اخد الخطوه دي من بدري، بس انا تعبت جدا على ما قعدت ادور على اكاديميه تكون كويسه، لان انا سمعت عن حاجه بعد الشر عننا كلنا وعن اطفالنا كلنا، حاجه اسمها الغرق الجاف. ده لو بتمرني الطفل بتاعك مع مدرب مش مؤهل، ما عندوش صبر، ما بيعرفش يتعامل مع الاطفال في البسين. فكنت بدور كتير جدا، وكنت كل ما افكر ان انا اخد الخطوه كنت بصراحه بخاف قوي على زين، وارجع اقول لا طب استنى شويه لما يكبر شويه. لحد ما قعدت دورت ولقيت مكان. انا عامه قاعده في مدينه نصر. المكان ده في دار الاشاره اللي هي دار ضباط الاشاره، فلقيت المكان كويس ولقيت فيه كباتن ما شاء الله كويسين جدا. ويعني سالت كذا حد من المامز بيدربوا معاهم، فشكروا لي في المكان قوي، فقلت يلا بينا بقى اخد الخطوه واتجرأ كده واتشجع، ونبدا بقى اول سيشن للسباحه بتاعه زين. طيب حاجه كمان، زين انا ملاحظه ان هو من وقت ما بقى مثلا، يعني انا الاول كنت باخده مثلا يومين 3 وانزل بيه. هو عامه قاعد ورايا عمال حاطله الالعاب، بس هو زعلان عشان عايز يشغل التلفزيون ويقعد يتفرج على الكرتون. بس لا، يعني مهما الطفل يصمم ان انت تشغلي له الشاشات، امنعي الموضوع ده منعا باتا علشان ما تتعبيش بعد كده. يعني مش معنى ان الطفل يقعد يدبدبلك في الارض ويعيط ويصرخ ويعمل شقلباظات كده ويسمع الجيران بيكي ان انت تنفذي له اللي في دماغه. لا، طالما الحاجه دي غلط يبقى الحاجه دي غلط. اعمل ايه مثلا؟ حطيت له الالعاب. انا جايبه له سجاده العاب كده 4 مربعات كبار، بركبهم مع بعض وبفرشهم له وبسيبه يلعب. جايبه له مكعبات، جايبه له لعبه كده هوريها لكم برده، عباره عن 4 ادوار بركبهم في بعض، وببدا ان انا احط الكوره في اول دور والكوره تقعد تلف لحد ما تنزل على الارض. وجايبه له العاب كتير، يعني عربيات وحاجات كتير اهو. هو شيل الالعاب وجاي ورايا، يعني ما بيقعدش في مكان. بس مش مهم، بعد ما بيخلص لعب ممكن توريني السجاده الحلوه دي؟ ممكن توريها لي؟ هاتها. شاطر، برافو. ايه يا ماما؟ بصوا ده اول مربع منها، هي بتبقى عامله زي المكعبات كده البازل. يا ماما ايه؟ شكرا شكرا. اهي، والاتنين التانيين هو سايبهم. بصوا، فجميله قوي بجد. بركبها بحيث مثلا لو قاعد بيلعب وانا حطيت له مثلا اكل، حطيت له فاكهه، حطيت له اي حاجه، بيقعد ياكل عليها برضو زي سجاده كده. بيعمل عليها كل اللي هو عايزه. خلاص متشكرين، هو مصمم ان هو يديها لي. شكرا يا زين. كنا لسه متخانقين من شويه على فكره، وكان مخليني متعصبه وزعلانه منه جدا، بس في ثانيه بيجي ياكل دماغي ببوسه بحضن، حاجات من النوع ده طبعا انتوا عارفين، فبتصالح بسرعه. نرجع لكلامنا تاني. هو بيبقى عايز يقعد على الكرتون كتير. في كذا كرتون كده هو متعلق بيهم، زي مشا والدب، اكيد طبعا كلكم حافظينها. كرتون تاني بتاع اللي هو توم وجيري، سمعه مره ومن وقتها هو حبه. بس هو الاول كان بيتفرج على التلفزيون، كان بيبقى ساعتين في اليوم.
بس كنت مثلا بخلي ايه نص ساعه الصبح، نص ساعه بعد الظهر، نص ساعه بعد العصر، نص ساعه مثلا قبل ما ينام او كده. فحسيت لا، هو عايز وقت اكبر، عايز يقضي وقت اكتر قدام التلفزيون. فسمعت كذا دكتور بيقول لا، غلط جدا ان الطفل يفضل قاعد قدام الشاشة، بيأثر على الخلايا العصبية بتاعت عينه، وبيأثر على خلايا المخ بتاعته، وبيخليه يتأخر في الكلام. لو هو لسه ما بيمشيش هيتأخر في المشي، هيبقى مثلا عنيف. لو الكرتون اللي بيتفرج عليه ده فيه حاجات عنف، هو طبعا مش فاهم، فهيبدأ ياخد من الطباع اللي موجودة في الكرتون دي. فلا، بلاش يا جماعة بجد. الكرتون اثاره او الشاشات عموما اثارها وحشة جدا. فلما نحاول نبعده عن الشاشة من وهو صغير كده واحدة واحدة، هيبقى احسن بكتير طبعا. غير لما يكبر وهو متعود على الشاشات، هيخلص بقى من الشاشة، هيخلص مثلا قاعدة على الشاشة، هيبقى عايز يمسك التليفون، مش هيرضى ينام غير التليفون في ايده من كتر اللعب مثلا او من كتر الفرجة لحد ما ينام. فلا، الكلام ده كله غلط. فعشان كده انا خدت الخطوة بتاعت السباحة، وكمان قرأت كتير عن السباحة، لقيت ان هي اكتر رياضة مفيدة للاطفال في السن ده. وعلى فكرة في ناس ما شاء الله عليهم يعني مهتمين بالاطفال بتوعهم، وبيدربوهم سباحة من عمر 3 شهور. بجد يعني انا لو كنت اعرف الاكاديميه دي من بدري، انا كنت دربت زين السباحه من بدري قوي كده، ما كنتش استنيت لما بقى عنده سنه و10 شهور. فالموضوع حبيته جدا. قرات ان السباحه بتقوي عضلات القلب وبتقوي الرئه. ايوه، هو بيقول لي انت صح. هو دلوقتي شال السجاده بتاعت العلاج وعاملها يعني زي ايه، خيمه صغننه كده هو قاعد جواها. قرأت كمان ان هي بتخلي الطفل هو طبعا هيتعامل مع ناس جديدة، هيلاقي فيه اطفال في سنه، فهيبقى في تعامل كويس. التمرين ده بيبقى يومين في الاسبوع، وفي الاكاديمية بيبقى حد وتلات وجمعة وسبت. فانا بصراحة لا، حد وتلات وخميس وجمعة. فانا قلت اختار التلات واختار الجمعة، بحيث مثلا يبقى في فرق بين اليومين. وكمان يوم الجمعة احمد بيبقى اجازة، فلازم المفروض الاب يا جماعه ليه دور كبير جدا. فقلت يوم الجمعه احمد طبعا هروح انا وهو مع زين. لازم الاب يشارك في كل حاجه. هو بيتعاون في الشغل، ما اعترضناش ولا قلنا حاجه، بس لازم يشاركوا. وده كمان بيدي الطفل يعني ايه، بيخليه مثلا عنده ثقه في نفسه زياده، متعود ان الاب والام بيشاركوا في تربيته، مش الام مثلا هي اللي بتعمل كل حاجه. لا، مفيش الكلام ده، عشان يطلعوا كده اطفال لذيذه عندهم سلام نفسي، مش معقدين حاجات كتيره قوي. فحبيت اقول لكم المعلومات البسيطه دي. فاول حاجه بقى هنعملها دلوقتي ميعاد التمرين كنت مخليه الساعه 4، بس لما جربت قلت لا، الجو حر جدا، وحسيت ان زين بعد الشر ممكن ياخد ضربة شمس، مع اني جايبه له كاب. بس لا، قلت خلينا ناخد الميعاد التاني اللي هو الساعة 7. انا بنزل من البيت الساعة 6، يعني هو المكان مش بعيد قوي، بس على ما بروح وبغير لزين ويستريح شوية، لو هيشرب مثلا كوباية لبن، لو هياكل فاكهة، الحاجات دي كلها مفيدة. بس قبل التمرين ما ينفعش يكون واكل كتير قوي او واكل وشبعان. الوجبة بتاعت الغداء بتاعته قبل التمرين على الاقل بساعة ونص. بس يعني دي معلومة برضو كان الكابتن قالها لي. ولسه يعني انا لما اروح ده يعتبر اول سيشن، فاكيد هيبقى في نصايح معينة الكابتن هيقول لنا عليها. واكيد طبعا في الاول هنعاني، وعارفه ان هو اول ما ينزل الميه هيقعد يعيط، علشان هو مش متعود ينزل الميه غير وانا معاه. فحاسه ان هو هيبقى خايف وهيقعد يدور عليا في كل مكان. ها، تجربه جديده. فيلا بينا بقى. انا اسفه، ده حرف كنت جايباه للاستاذ زين. يلا بينا بقى نحضر الشنطه وهنشوف هناخد معانا ايه. ميه سباحه، يبقى لازم نجيب، زين معترض، يبقى لازم نجيب بامبرز ما بيشربش ولا نقطه ميه. فانا جبت البامبرز ده. بصوا، هو بيلبس لحد مكتوب عليه بيلبس لحد 15 كيلو. انا مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط، بس هو عامه بصوا بياخد الشيب بتاع الجسم. هو نوع مولفكس فيه 11 قطعة. تمام، هو ده بالظبط اهو، فيه 11 قطعة. كان عامل 125 جنيه. فجبته ولقيت ان هو نوعه كويس، وهنجربه برضو النهاردة
ونشوف. بس اللي عجبني فيه ان لقيت عليه ريفيوز كتير حلوه جدا، مفيش حد قال مثلا وحش او ذم فيه. فدي اول حاجه هناخدها معانا، دي حاجه اساسيه ما ننساهاش. انتوا شايفين طبعا اللي هو بيعمله، بيحاول يعني ايه يشتت انتباهي او يلفت انتباهي ليه، عشان هو كده عايز حاجه. طيب الشنطه، طبعا دي الشنطه رفيقه ضربي في كل المشاوير من ساعه ما خلفت زين، بس انا لسه جايباها من قريب مش بقالي كتير. فده اول حاجه هناخده معانا. تمام، هي الشنطه متقسمه من جوه، فبحط البامبرز كده في الجيب. طيب بعد كده هناخد معانا ايه اساسي؟ طبعا معانا المايو. ده المايو اللي انا كنت جايبه له لما كنا مسافرين مرسى علم. هو كبير شويه وكنت هنزل اشتري له واحد تاني، بس ما لقيتش للاسف اللي هو الالوان الحلوه، ما لقيتش لون بيبي بلو، فقلت خلاص يعني نمشي نفسنا بده، وبعد كده نبقى نجيب له واحد تاني. ماشي، اخدنا المايو. طب لما يطلع من الميه لازم حاجه علشان ننشفه فيها، فاخدت ده زي فوطه كبيره كده او بشكير كبير، فاخدته كمان، هو كمان اهو. تمام كده. احتياطيا ناخد له معانا كاب عشان لو الجو لسه شمس. بعد كده بقى والاهم، هو اكيد هيعيط، فبديهيا هنبقى محتاجين اي حاجه مثلا يلعب بيها او تشغله. فمسدس الميه ده، بصوا ده اللي كان معانا برضو في مرسى علم، فاخده له معايا عشان لو عيط لا قدر الله، وانا عارفه ان زين هيعمله، فيبقى معانا حاجه ايه تشغله شويه، ما يقعدش يعيط كتير. المفروض كمان اخد له معايا كروكس. تمام، بس الكروكس تحت عند ماما، فانا نازله عدى عليها واخد الكروكس. كده الشنطه اعتقد خلصت، ما فيهاش اي حاجه تاني غير واحنا نازلين على طول مباشره هاخد بقى ازازه ميه من التلاجة، وهاخد له معايا كوبايه صغنونه كده لبن. يعني انا جايبه له ازازه صغيره، مفيش فايده، جايبه له ازازه صغيره فهحط له فيها لبن. وبس كده الشنطه جهزت. حضرت له بقى الاوتفيت الجميله بتاعته، وهنلبس ونجيلكوا تاني. ده انتوا شفتوه قبل كده لما كنا نازله اعمل اشتري المشتريات بتاعت شهر 7. شهر 7، فانتوا شفتوه قبل كده. فيلا بينا بقى هنجهز ونرجع لكم تاني علشان ما نتاخرش. جهزنا، خلصنا، لبسنا، فاضل بس زنزونه هيلبس الكوتشي. انا عايزه اقول لكم انا على ما صورته ولبست انا خلاص بجد انا مش حاسه بدماغي من كتر الحر. لا يلا يا زنزونه. يلا بقى ورينا ايه الحلاوه والشياكه والطعامه. بص بياكل دماغي بالحضن. طب بص هنا، قول لهم باي. هنا باي. انا رايحه تمرين السباحه. هتشوفوني وانا بعيط دلوقتي. ها باي. يلا روح لسلمى. يلا ها هوبا، باي باي. وصلنا بقى دار الإشارة مع البوابات. أخدوا مني البطاقة بتاعتي علشان أنا لسه مش معايا كارنيه الاشتراك. قال لي وانتي خارجة لو اشتركتي تمام بتاخدي البطاقة تاني عادي مفيش مشكلة، لو ما اشتركتش بدفع رسوم دخول لعدد الأفراد اللي كانوا معايا، وأنا كمان بدفع يعني مثلا لو أنا معايا 2 من اخواتي وأنا يبقى ندفع رسوم ل3 أفراد. المكان بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله كبير، في قاعات كتير جدا، قاعات أفراح اوبن اير وقاعات تانية موجودة في الدور الأرضي. ده بقى كان منظر البسين، أطفال كتير جدا بيتدربوا. هديك بقى الشراب بدل الفروخ لان ما بتفرقش خالص. اعمل لها باي، اعمل لسلمى باي. كي الشعراته
هو بينزل بالشراب؟ لا عشان لو نزل على الارض، عشان انا ما جبتلوش كرسي. شويه ميه شويه ميه. يلا في الكميه. تحس انه مدخل مسرعه. خلاص خلاص. لا كخ كخ يا زين، هو قرفان. هو قرفان يلمس، يخلي ايده تلمس السلم، فبيلمس بطراطيف صوابعه. زين زين يا زين زين يلا اجري هنا. زوزو اجري هنا، يلا اجري عند سلمى، اجري عند سلمى. نسيت اجيب له كروكس فملبساه الشراب. فهو بيتجول بقى، لسه فاضل ربع ساعه على التمرينه بتاعته، فهو بيجري. بس ما شاء الله اطفال كتير بتتمرن. زين زين انا بقى كنت عامله فرحي في دار الاشاره في القاعه دي بالذات، هي قاعه اوبن اير. كنت حابه ان الفرح يبقى بالنهار، لان كان كاتب كتاب وفرح في نفس اليوم الاتنين مع بعض. ده كان شكلها بقى بالليل. المكان بجد تحفه قوي. وفي موجود، يعني موجود كذا ديكور انتوا بتختاروا منه على حسب البادجت بتاعتكم وعلى حسب عدد افراد اللي انتوا عازمينهم معاكم في الفرح. فبجد لا، المكان بيطوروا منه وما شاء الله حلو جدا. انا الفرح بتاعي كان من 5 ل7 ساعة كاتب كتاب، وساعة تانية فرح، وبس كده وخلاص وخلصنا الليلة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده، زين مجرد ما نزل المية ابتدى بقى عياط، وابتدى ان هو عمال يشاور عليا وعايز يجيلي، يعني او انا انزل معاه، حاجة من الاتنين. بس يعني الكابتن قال لي اول حاجة ان المفروض انتي تختفي عن عينه تماما، انتي بس تكوني مراقباه من بعيد عشان تبقي مطمنة عليه، مش اكتر من كده. المفروض ما يلمحنيش خالص. كنت باحاول على قد ما أقدر إن أنا أبعد عنّه، بس كل أمّا ألاقيه بيعيّط للأسف كنت باروح له، فالكابتن قال لي: "كده مش هينفع، هيفضل مركّز معاكِ ومش هيركّز مع الكابتن بتاعه اللي بيدرّبه في المَيّة." هو قال لي: هنتعب وهناخد وقت شوية بس كده في الأول، عشان هو لسه مش متعوّد على المكان ولا متعوّد علينا، وكمان مش متعوّد برضه إن هو ينزل لوحده ومرتبط بيكِ أوي، فلو سمحتِ حاولي تبعدي عن عينه، ما تخلّيهوش يلمحِك خالص غير وإحنا بنسلّمه لِك علشان يطلع معاكِ بعد ما يخلّص يعني ساعة التمرين بتاعته. فضلت أراقبه من بعيد كده، بقى عمّال يدوّر عليَّ في كل مكان وعمّال يتلفّت في كل مكان، بس بصراحة أنا مش عارفة أسمع كلام الكابتن والّا أروح له، فقُلت لأ، في الأول وفي الآخر دي حاجة أنا مودياه، يعني مودياه السباحة علشان دي مصلحته. ف يعني ننشّف قلبنا شوية كده ونجمّد قلبنا شوية ونبعد. وبالتالي عملت زي ما الكابتن قال لي، فلقيت واحدة من الماميز قاعدة بتقول لي: "هو ابنِك اللي موجود في المَيّة البيبي الصغير اللي عمّال يعيّط ده؟" فقُلت لها: "آه." فقعدت تقول لي: "حرام عليكِ جايباه من بدري ليه كده؟ ده قطّع لي قلبي." ده كلام سلبي كده بصراحة، فبعدت عنها خالص.
زنزونة خلص التمرين بتاعه وانا بقى كنت واقفة اهو عشان اخده. كانت بالنسبة له احسن لحظة. مجرد ما شافني بس كده والكابتن رفعه راح جاي ماسك فيا وفضل في حضني كده كتير، مرضيش يسيبني ابدا. كانت اختي معايا وهي اللي بتصورني. بصوا مجرد ما اخدته في حضني وشافني وخلاص بقى اطمن، بطل عياط وراح جاي عامل باي للكابتن واخدنا اللعبة بتاعتنا وبس كده. اليوم بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم.